أعلنت مجلة فورنس الأمريكية هذا العام 2017 قائمة بأغنى 7 رجال أعمال في مصر، وهم: في المركز السابع يوسف منصور بثروة بلغت 1.1 مليار دولار، ما تعادل 19.8 مليار جنيه، وله أسهم في مجموعة شركات منصور التي تمتلك شركة فاتال بليز، ويمتلك أيضا توكيل جنرال موتورز وماكدونالدز. في المركز السادس أنس ساويرس بثروة قيمتها 1.2 مليار دولار، ما تعادل 21.6 مليار جنيه، وهو مؤسس ورئيس شركة أوراسكوم. في المركز الخامس ياسين منصور، حيث بلغت ثروته 1.8 مليار دولار، ما تعادل 32.4 مليار جنيه، وهو يمتلك مجموعة شركات بالهيم هيلز للتطوير العقاري في مصر، ويمتلك توكيل توزيع شركات جنرال موتورز وماكدونالدز. في المركز الرابع محمد الفايد، وتبلغ ثروته 1.8 مليون دولار، ما تعادل 32.4 مليار جنيه، وقام ببيع نادي فولهام الرياضي عام 2013 مقابل 300 مليار دولار، وكان يمتلك متاجر هاردس في باريس وقام ببيعها. المركز الثالث وهو رجل سياسي وكان وزير للنقل عام 2005 حتى 2010، محمد لطفي منصور، تبلغ ثروته 2.7 مليار دولار، ما تعادل 48.6 مليار دولار، وهو رئيس مجموعة شركات منصور، وهو أكبر تاجر سيارات ماركة منصور في العالم، وصاحب سلسلة سوبر ماركت مترو في مصر، وله العديد من الاستثمارات في الاتصالات والصناعات الغذائية. المركز الثاني نجيب ساويرس، حيث بلغت ثروته 3.6 مليار دولار، ما تعادل 70.2 مليار جنيه، عاد من جديد لشركة أوراسكوم بعد أخيه نصيف ساويرس، ويمتلك نسبة من شركة كيولينك. المركز الأول ناصف ساويرس، تصدر ناصيف ساويرس المركز الأول في قائمة أغنى 7 رجال في مصر، حيث بلغت ثروته 5.6 مليار دولار، ما تعادل 101 مليار جنيه، وهو المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم سابقا، وله نسبة أسهم في شركة تيكست في الصناعات الأمريكية. لو الفيديو عجبك ما تنساش لايك وسبسكرايب للقناة.